صباح الخير على كل عملاء شركة سجال. ومن داخل مصنع السجال نحاول بقدر الإمكان إن احنا نوصل لكم كل صورة جديدة للشركة. وده شغل كونتينر مسافر. فالحمد لله إن شركة سجال دايما بتنافس في عملية التصدير بالنسبة لمنتجاتها، اللي دايما بتحاول تطور من منتجاتها كلها من جميع المنتجات. وتتميز شركة سجال بأن جميع المنتجات بتاعتها من المنتجات المتكاملة من ناحية الإبريسيات ومواد العزل والدهانات والمواد الخرسانية والإضافات الخرسانية والمنتجات الزيتية والمنتجات الأسمنتية. هي متنوعة من جميع المنتجات بتاعتها. والحمد لله إن شركة سجال من الشركات اللي هي دايما بتكبر من البرايفت بتاع المنتجات بتاعتها كلها. وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نسعى جاهدين ونطور أكتر وأكتر بالنسبة للمنتجات بتاعتنا. الحمد لله بنصدر لتسع دول، 9 دول بنصدر لهم، منهم دول أفريقيا كله. الحمد لله اللي بيتعامل معانا بيفضل يتعامل معانا من جودة المنتجات بتاعتها. وزي ما انتم شايفين كده بنحاول بقدر الامكان ان احنا حتى واحنا بنشغله. فشغل الكونتينر دايما او الشغل التصدير عندنا دايما بيكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الرصات بتكون كده. بنحاول بقدر الامكان عشان نحافظ بقدر الامكان على المنتجات اللي توصل للعميل. بيكون الواح خشب بالطريقه دي، ومن الالواح الخشب بتطلع كده بالرص على كل بستنتين بتلاقي الواح الخشب اللي بتترص بالشكل ده. جودة منتجاتنا الحمد لله كله بيشكر في الجودة ويشكر في المنتجات بتاعتنا. وبنحاول بقدر الامكان ان احنا برضو نبدأ نسعى علشان نقدر نوصل كل المنتج كويس. الاسعار الحمد لله اسعار بنحاول بقدر الامكان ان احنا ننزل في الاسعار، لان طبعا الفترة اللي فاتت دي اسعار كانت بتعلى فترة يعني عالية جدا. وبنحاول ان احنا بنعمل المعادلة الصعبة ان احنا بقدر الامكان نوفر الجودة وفي نفس الوقت نوفر السعر للعميل وما نحاولش ان احنا نعلي عليه يعني. منتج ال50/50 ده اللي انتوا شايفينه دلوقتي هو بيعادل منتجات في السوق ليها اسم كويس جدا واخد اسم كبير برضو في السوق. منتج ال50/50 الاقتصادي قابل للغسيل، وفيه منه قابل للغسيل اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده. هو بينافس منتج كتير جدا من المنتجات الكتيرة جدا في السوق. وبالشكل اللي انتوا شايفينه بنحاول نهتم بالشكل كويس جدا عشان الشكل هو مهم طبعا، بخلاف الجودة طبعا بتكون اعلى حاجة. والمنتجات زي ما انتوا شايفينها كده. اي استفسار يا ريت تبعتوا لنا برضه ونشوف الايه الحاجة. يا ريت تبعتوا لنا واحنا نبدأ نرد على الاستفسارات بتاعتكم. طريقة الرص بالشكل اللي احنا شايفينه ده بيكون الكونتينر بياخد اكبر مساحة، وفي نفس الوقت ما يكونش نظام الطبليات بتكون مسافات قصيرة قوي عشان تاخد اكبر كمية في الكونتينر. لكن بالنسبة للطبليات بتكون بتقلل من مساحة الكونتينر. الرص ده بيكون احسن بكتير بنفس السيفتي اللي احنا عاملينه دلوقتي بالنسبة للستلات او بالنسبة ان ما يحصلش كسر في اي حاجة. هنرجع لكم تاني.